السلام عليكم، مرحبا يا صبايا ويا شباب. ماني عرفان كيف بدي بلش بهذا الموضوع. موضوع كتير حساس. كتير ممكن عالم تنتقد الكلام اللي هلأ أنا راح أحكي، لكن أنا راح أحكي واقع وشي شايفه وشي لمسته وشي عم نشوفه تقريبا كل فترة ومو بعيدة. يعني مشكلة الرجل والمرأة ومشكلة الطلاق بهي البلاد اللي عم بتصير بكندا وأمريكا وأوروبا هلا. والله موضوع يعني موضوع مزعج الحقيقة. هلا أنا بفهم إنه المرأة هي المرأة شخص مظلوم بمجتمعاتنا العربية وخاصة ببلادنا 100%. يلي بده يجي يلي وينظر لي يابي إنه والله لا، ونحن المرأة نص المجتمع، ونحن المرأة كل المجتمع، وهي الثورة، وهي الأب، وهي الأم، وهي الأخت. نحن نكون عم نكذب على بعض. نحن ربينا بمجتمع شرقي عربي وبنعرف كيف منعامل النسوان. نحن ظالمين للمرأة قولا واحدا، وهذا كلام الفيسبوك كله زعبرة وكله حكي على الفاضي وكله ما بعرف شو الهدف منه. أما عمليا نحن لليوم الرجال بفيق ساوي قهوة يا مرة، ساوي أكل يا مرة، بيطلع خلقه عليها، بيقيم بحط. هي الحالة اللي عايشينها ببلادنا. الأم بتتدخل فيها، أخته، مرت أخوه، الدنيا كلها بتتدخل بمرته. هيك يعني نحن هيك ربيانين أخي. يعني مجتمعنا هيك، واللي بيقول غير الحكي كله كذب وعلاك وزعبرة هلا وين المشكلة الحقيقية؟ المشكلة الحقيقية إنه عم يصلوا لهون لهالبلاد هي اللي أنا ذكرتها. تسمع بعد شهر صار طلاق او صار انفصال. يعني ما بيصير الطلاق مباشره، بس صار انفصال. اجت الشرطه اخذت الرجال زتته بالسجن، صار بده كفيل وبدهم يدفع له $1500 ليكفلوا انه ما يقرب عليها. لا عفوا، لا شو اسمه، على بعد 500 متر من البيت. طيب شو اللي صار؟ انتم لكم واصلين شهر، يعني خير، يعني شو المشكله؟ هلا طبعا المشكله انه هون وقت عم تيجي المراه عم يصير عندها، خليني اقول لكم شغله، عم يصير عندها استقلاليه ماديه. يعني تشايلد بنفيت عم ينزل بحساب المراه، الدوله عم تعطيها معاش، تمام الحكي، يلي هو يمكن لحالها 650 هي وجوزها 1300. ف ما بعرف ليش عم تشعر النسوان انه معنا بحاجه لهالرجل. طبعا مين انه نسوان؟ خلينا نقول النسوان اللي تعرضت لظلم ببلادنا. يعني وقت كانت هي وزوجها، كان زوجها ظالمها يجوز، او كان قاهرة، او كان يعني المرأة حاملة وجاية لهون، حاملة منه وجاية لهون. طبعا رح نحكي يعني باول الرجال طبعا وقت عم يصير مشكله ممكن المراه ما تدق للبوليس، ممكن الجيران يدقوا للبوليس اذا سمعوا اصواتهم. هيك هون طبيعه الحياه، هيك طبيعه الناس هيك. وممكن نفسها المراه تتصل بالبوليس وبيجي البوليس ما بيناقش، يعني ما في نقاش، ما بيسال. يعني في مشكله بين الرجال والمراه، بياخذ الرجال بيزته بالسجن، خاصه اذا قالت المراه ضربني او هددني او الى اخره. طيب بدنا نحكي شغله كثير مهمه، يعني انه شو الحل لهي القصه. هلا طبعا برايي الشخصي انا، المراه عم تثبت فشلها قولا واحدا بان هي تغير سلوك الرجل بعد ما بتصل على هي البلاد، بمجرد ما تتصل بالبوليس. هلا بتيجي تقول المراه انه يا اخي ما تغير، ما هو هذا زلمه ربيان كل عمره بمجتمع ذكوري ظالم. انت بدك اياه يتغير خلال اسبوعين؟ ما بيصير. يعني انا اليوم في الصبحيات لازم مرتي تقوم تساوي لي فنجان قهوه. تعودت هيك، مثال انا عم بعطيكم، تعودت هيك. هلا مع الوقت بالحياه هون وبطريقه الحياه هون، يعني اول شهرين ثلاثه يمكن ما فزيت ساوي، ما يعني دائما هي تساوي لي القهوه، بعد 3 اشهر فزيت ساوي قهوه. يعني ضيفتها. باللا شعور انت عم بتشوف المجتمع، عم بتشوف الاخرين كيف عم يتعاملوا مع نسوانهم، باللا شعور انت بدك تبلش تتغير. يعني واكثر شخص لازم يساعدك بهذا الامر هو مرتك. يعني انا بقول يا مرة، انت اليوم وقت اللي بتاخذي قرار الاتصال بالبوليس او مشكله صارت كبيره واجا البوليس وما حليتي المشكله، فانت جد
عم تعبري عن فشلك بانك انت ما قدرتي تغيري هالرجل هاد. الرجل ربيان، امك مربي اخوك انه يكون ذكوري بطريقه سيئه، وامه مربيته بطريقه بانه يكون ذكوري، بانه الرجال بيقوم هو، البنت لازم تحط له اكل، والبنت لازم تساوي له، والبنت لازم تطبخ، والبنت لازم تنظف، والبنت لازم تركض بالاولاد. هيك ربي هذا الزلمه، ربي له 30 40 سنه على هذا الموال. بدك تجي انت بدك اياه يتغير بيومين ثلاثه ولا باسبوع ولا بشهر؟ هذا كلام يعني نكون منطقيين. يعني خليني اقول لك كلمه، اذا انت يا مرة قدرتي تتعلمي لغه انجليزيه خلال شهر، جوزك رح يتغير خلال شهر. خلينا نكون منطقيين. فانا برايي الشخصي حدا يسب، لازم المراه تساعد جوزها، ولازم الرجال يغير هالفكر هذا، هالفكر الغلط يلي موجود عنده. لازم يغير هالفكر الغلط. يا اخي خليني اقول لك كلمه، بهي البلاد حقيقة المرأة هي نص المجتمع، أما مو ببلادنا. ببلادنا لا، ببلادنا 5% من المجتمع و10%، ولا حدا يقول لي لا. يعني أنا بنعرف نحن شلون ربيان مجتمعنا وشلون عشنا وشلون ربينا. طالما المرأة هون نص المجتمع، معناتها أنت لازم تقدر أو لازم تلاقي طريقة تعرف تتعامل، يعني تعدل من سلوكك معه. يعني أضرب لك مثال، أنت اليوم رحت اشتريت بيت وحطيته باسمك، وبدك تيجي تبيع البيت والمرأة ما لها اسم فيه، بيقولوا لك جيب مرتك توقع، إذا ما وقعت مرتك البيت ما بينباع. فلازم تفهم شو صار في إلها دور المرأة بحياتك، شو صار دورها بحياتك. صارت شريكتك بكل شيء، مو الخادمة تبعك. وبالتالي أنت لازم تبلش تساعد مرتك بأنك تغير سلوكك بالتعاطي معها. شوفوا هلا بيجي ناس بيقولوا لك اخي اللي بنت الاصول ما بتعمل هيك وما بعرف شو، وانا والله بدي ضلني اخدم جوزي، وانا بدي ضلني ما بعرف. لا، هذا الكلام كله زعبره. هذا ما له علاقه. هي بنت الاصول من عدم بنت الاصول. اذا بنت عم تنظلم بهي البلاد، عم تنظلم، رح تسكت اول مره وثاني مره وثالث مره وعشر مره، بس بالاخير رح تقول تعال شوف هالعالم شلون عايشه، انا بدي اعيش مثلها. المرأة مو يعني كمان المرأة بني آدم، المرأة إنسان، المرأة عم بتشوف. يعني اشمعنى مثلا يا بيجي واحدنا، خليني أنا ما بعرف، عم فوت المواضيع ببعضها بس لأنه موضوع شائك، إنه مثلا بيجي الواحد لهون بيقوم بيصير يعني بياخذ شوي من تصرفات الكنديين بس بما لا يخص المرأة. كيف قادر تعمل هي؟ مانك قادر انك تاخذ كمان من طريقة تعامل الكنديين بما يخص المرأة. يعني كيف هي ظابطة معك وهي مو ظابطة معك؟ اللي بدي اوصل له بهذا الحكي، نحن بدنا نقول شو النتائج اللي بدها تصير من وراء عملية الانفصال. هي الانفصال بين الرجال والمرأة. اول شيء الرجال رح يروح على سكن العزابية، هي مبينة، حياخذ الدولة حتعطيها $650 وبده يروح يتعتر، وصدقوني عم ينقضى عليه. يعني انا شفت رجل والله مقضي عليه يا حرام، مقضي. انا عمره بال60 سنه، وهلا اجى على بالها مرته تعمل له تفنقه وشو اسمه وراحت اشتكت عليه. يعني الرجال عم يتبهدل. نفس الشيء المرأة، خلينا نقول شوف عندها مشكلة. المرأة ما عم تحسب انه هي رح تقضي كل عمرها لحالها. فرص الزواج بهي البلاد مو مثل فرص الزواج ببلادنا. اوكي صحيح، ما حدا حيقول مطلقة، ما حدا حيقول ما لها جوزها، ما حدا يقول جوزها، ما حدا حيقول جوزها حردان، او ما حدا حيقول، لانه هون المجتمع هون المجتمع بيقبل المطلقة والسنجل مام واللي يعني بيقبل كل شيء. ما حدا بياخذ وبيعطي بهذا الحكي، بس مجتمعاتنا اللي عندهم هاي الامراض. لكن بدي اسالك سؤال، انت اليوم قابله انك تحكمي على حياتك، انك تضلي كل حياتك لحالك وقاعده عم تربي هي الاولاد مشان تاخذي المصاري بهالطريقه؟ هي حارمه الاسره من عمود رئيسي بالاسره، حارمه الاسره من شيء اساسي يلي هو الاب. بدك تفكري، بدك تساعدي جوزك. انت يعني خليني لكم شغله، يعني حاولي قصارى جهدك تساعدي جوزك يتغير. لا تثبتي فشلك باتصالك بالبوليس، انت عم تثبتي الفشل 100%. الشغله الثانيه اللي بدي اقول لك اياها، اليوم انت اولادك عم يكونوا صغار وقت او مثلا يعني صغار، وعلى الاغلب هي العائلات بيكونوا اولادهم صغار وقت المراه عم تشتكي، لانه الاولاد الكبار بيحاولوا يسيطروا على وضع الاب والام.
الاولاد الكبار، اما الصغار ما بيقدروا. وبالتالي انت بدي اسالك سؤال، قادره افكرك حتقدري تسيطري على ابنك وقت يصير عمره 14 سنه؟ اذا بتحكي مع ابنك وقت بصير عمره 14 سنه مثلا او 15 سنه، يعني بسن الحيوانه والمراهقه، ممكن هو يشتكي عليكي وبالتالي رح ياخذوا ابنك منك. الدوله هون بتطلع الولد، المراه، الرجال. طبعا في قبل الرجال شغله بس عيب نحكيها. المراه، الولد، المراه، الرجال. الولد اولويه عند الدوله، بعدين المراه، بعدين الرجال. انت اليوم بدك تحطي ببالك شغله كثير مهمه، كما تدين تدان. اذا انت حتظلمي جوزك حيجي ابنك يظلمك. هي هيك، ما انا ما بفهمها الا هيك، بهالطريقه هي. لهيك انا برايي بما انه نحن نسواننا الله يخلينا اياهم، والمراه العربيه يعني ما بدنا نحكي، يعني اثبتت انه هي يعني قادره على التحمل، وقادره على التحمل كل الظروف. راعي زوجك، حاولي معه مرة وتنتين وثلاثة وأربعة، حاولي تساعديه، حاولي تعطيه فرص، حاولي قد ما فيكي يعني تخليكي لامي هالعيلة هي. لأنه لأقلك شغلة، الشغلة اللي ما عم تفكر فيها المرأة وقت الرجال عم يقعد بلا شغل. نحن من بعد ما بلشت القصص بسوريا، العالم اللي طلعت كلياتها برات سوريا غالبيتها قعدت بلا شغل، وعم يجي على هي البلاد كمان عم يقعد بلا شغل. هي بتعكس حالة نفسية كتير سيئة. ورد بنرجع بنأكد على كلمة، حياة عايشة 40 سنة بدك تغيري له اياها بشهر بشهرين، هذا امر ما سهل. لهيك بدك انت تطولي بالك عليه شوي. الله يرضى عليك وعليها، الله يرضى عليكم، طولوا بالكم مشان الاولاد ومشان تضلوا محافظين على اسرة. معلش انا بعرف انه المرأة عم تنظلم، تمام الحكي، لكن صدقوني انا رح اعطيكم مني. انا خيو كنت عامل هارون الرشيد بسوريا، تمام الحكي، هلا عامل هارون شحرور بكندا. شوي يعني اكيد انا تغيرت 100%، تغيرت. والفضل لزوجتي، الفضل مو لي، انا ساعدتها لكن الفضل إلها. ف يعني هذا دليل انه الامور ممكن تتعدل، يعني ما في شيء مستحيل. يعني انا يعني حكيت مع احد النساء بتقول لي اخي هذا ما بيتغير، هيك الله قال ما بدي اياه، ما بعرف. لا بيتغير. عايش 40 سنه على هالسيستم هذاك، بدك اياه بشهر يتغير؟ ما حيتغير بشهر، بدك تساعديه ليتغير. لا تثبتي فشلك، ولا تحطمي الاسره، ولا تخلي اولادك يروحوا على المخدرات وعلى لانه ما في فوق راسهم اب. دائما الاب له هيبه قدام الاولاد، الام هيبتها مو كثير قويه قدام الاولاد، وخاصه بهي البلاد، وخاصه بس يصير بسن الحيواني الولد. ما بعرف انا اذا هالفيديو ممكن يعني يصل لحدا في توتر بالعلاقه، انه يهدي الوضع، انه يفهموا شو النتائج هي الامور. المشكله مو بالانفصال، المشكله بالنتائج اللي بتجي من الانفصال. هذا اللي بدي اقوله. يعني بالنهايه انت قاعده لحالك بهي البلاد، لا عندك اخ يجي يعيط لك على ولد اذا عمل شيء، ولا عندك اب يجي يعيط لك على ولد اذا عمل شيء. مالك غير زوجك هو الشخص الوحيد اللي بيقدر يسيطر على الاولاد، ويسيطر ويضل يعني ويسيطر على الاسره. وانا كمان برجع بقول للرجال، يا رجال، يا جماعه الخير، يا اهل الخير، معلش حاولوا. انت كنت ظالم مرتك، انت يجوز كنت عم تضربها بهديك ببلادنا، يجوز انت نازل فيها مسبات واهانات وكذا، بدك توقف. لانه هون المرأة جاية تاخذ حقوقها. هلا حقوقها هي المعاملة الحسنة، هي المعاملة بما قال الله والنبي، لأنه نحن ما بنعامل بنسواننا ببلادنا مثل ما قال الله والنبي، لا، نحن بنعامل مثل ما قالت أمي وستي وجدي وجدة وهدول، هيك بنعامل، أما مو مثل ما قال الله والنبي، كذب هذا الحكي. ف عاملها مثل ما قال الله والنبي، لأنه بهي البلاد آخذ حقوقها المرأة، وقادرة تعمل يلي ما قدرت تعمله. وانت الله يرضى عليكي لا تجي تمسكيها وبدك تنتقمي هون بهي البلاد، لانه الانتقام هون كوارث بيجي من وراء. والله كوارث، والله العظيم. يعني انا شفت وعم بسمع في عائلات لساتهم كانوا بالفندق يوم اللي تقاتلوا، وقالوا نحن، وتقول المرأة انا ما بدي يقعد معي بالفندق، ما حلوا لسه. وفي منهم لهم شهر، وفي منهم لهم شهرين واصلين، وفي منهم لهم 3 اشهر.
ما بيصير، بدكم تطولوا بالكم الله يرضى عليكم، لانه يعني بعرف هلا كثير حينتقدوا هالفيديو وكثير لكن انا بدي اقوله عل وعسى هالفيديو شافته عائله فيها توتر بين بعضهم تمام الحكي واصلحت، يعني صار صلح. انا بكفيني انه صلح واحد يصير بين عائله بعتبر حالي انجزت. وانا برايي يا رجل يا رجل يا حبيبي يا قلبي يا عيوني يا حياتي اللي لسه ما وصلت على كندا واللي بتعرف حالك ظالم مرتك، بلش من قبل ما توصل لكندا انك تعدل بسلوكك وبتعاملك وبطريقه تعاملك معها وبطريقه حكيك معها للمرأة. المرأة العربية إنسانة جدا عاطفية، والله كلمة حلوة بترفعك للسماء. المرأة ترفعك يعني بكلمة حلوة، كلمة حلوة. السلام عليكم.